ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم طريقة تركيب قعدة بلدي وكيف أركبها بالطريقة الصح. هنبدأ يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، ادي مكان القعدة وادي القعدة اهي البلدي، وكيف أركبها بالطريقة الصحيحة بدون ما تسرب مية، ولازم تكون مكبوسة منى كويس. هبدأ أملى يا جماعة كده الأغصان بتاعتها تمام، وجنب الماسورة برضو لازم جنب الماسورة يكون كله مونة. عشان القعدة يا جماعة ما تسربش لازم تكون متركبة صح بالطريقة الصحيحة من الأول، علشان تقعد زي ما تقعد الشغل يبقى تمام ومفيش أي تسريب إن شاء الله. بعد كده أهو يا جماعة هبدأ أحط قعدتي وأضغطها بالنظام ده علشان تتملى مونة. وهبدأ ارفعها تاني كده بالطريقة دي علشان اشوفها يا جماعة واتأكد من انها اتملت مونة كلها وبقت تمام، علشان ما تسربش فيما بعد. لان الموضوع ده يا جماعة ناس كتيرة بتشتكي منه، بيبوظ اسقف كتيرة وناس كتير بتشتكي منه وبتفلح شغل كتير وبتتكلف تاني. كل حاجة مصنوعية بقى وبلاط وكل حاجة بتعملها من أول وجديد، يبقى لازم يا جماعة ايه نخدم الحاجة ونعملها بالطريقة الصح من الأول بالنظام ده يا جماعة. وهبدأ أجهز كده يا جماعة. لازم القعدة بتاعتي تكون ميزان، اهو يا جماعة قرب زر الميزان احسن. لازم تكون يا جماعة ميزان كده في ميزان كده بنفس النظام، وتكون مكبوسة تمام التمام كده، واتأكد عليها انها تكون بقت تمام التمام والمنى ملتها من كل حتة، علشان ابدأ اشتغل عليها السيراميك بتاعي. ونرجو من المشاهدين متابعة القناة والاشتراك فيها وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. وأي استفسار أنا مستني رسائل حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.